حياكم الله متابعين الغوالي. جريمة قتل تهز البصرة وضواحيها. جريمة قتل لدكتور جامعي مثقف يقتل زميلته، دكتورة جامعية أيضا في جامعة البصرة، والأسباب مجهولة. لكن جاي أشوف فيديوهات نازلة بكثرة على شيخ أسعد العيداني. ترى يا جماعة شيخ أسعد العيداني نسيبه فقط لا أكثر. شيخ أسعد العيداني يعني من عشيرة العيدان حسب تسمياتنا في البصرة، وهذا الرجل من تميم، فمجرد خال لأولاده. ثانيا رجل كبير ودكتور جامعي وفاهم ودارس وسوى هذه الفعل الإجرامي. زين دكتور هذا الإنسان مثل طفل صغير ويربيه ويعلمه، ما له علاقة به، بغض النظر عن أنه نسيبه، بس ما يعني له شيء. رجل خلى القانون ياخذ مجراه وما تعامل بالعاطفة ولا تدخل، وفعلا القانون أخذ مجراه، والمجرم ألقوا القبض عليه القوات الأمنية، جزاهم الله خير. بس خففوا من اتهاماتكم شيخ أسعد. ولما الإنسان اليوم يريد يسولف بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يخلي الله قبال عينه ويسولف. رجل ما له علاقة، ترى رجل ما له علاقة، مجرد نسيبه. يعني شو يريد يسوي له مثلا؟ يا جماعة خلوا الله بين عيونكم وسولفوا، خصوص ناسنا بالإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. لا تبيع ضميرك على مود مشاهدات، او بعد انتم ما اعرف المغزى من الامر. الله يرحم الدكتورة والمجرم ان شاء الله ياخذ جزاءه. قواتنا الامنية ما يقصرون.